اغبى قرار ممكن تعمله في حياتك انك تتداول بفلوس دين عليك، كارد، سلف، فلوس مش بتاعتك او حتى قسط عليك. دي مش بداية ربح، دي بداية كارثة، لانك مع كل صفقة هتدخلها هتكون خايف، مشدود ومتوتر، وبتغلط غصب عنك، مش لانك فاشل، لانك تحت ضغط السداد، ضغط الوقت، ضغط البنك، او شخص واقف لك بيقول لك فلوسي فين. فتعمل ايه؟ تتسرع علشان عاوز ربح سريع، فتزود صفقات، فتقع في الاوفر تريدنج، تخسر فتقول لازم اعوض، الخساره تكبر والوقت يجري وانت بتغرق اكتر. الكارثه لو خسرت وما سددتش، هتتحبس. انت مش بتغامر بحسابك، انت بتغامر بحريتك. هتقول لي انا متحكم في نفسي، حتى المحترف لا. انت بني ادم مش روبوت، وعقلك كله هيبقى في العواقب اللي هتقع عليك، مش في الصفقه ولا التحليل ولا اي حاجه. التداول محتاج هدوء مش ضغط، علشان كده تداول بفلوسك بس، فلوس فائض عنك. لو راحت حياتك ما تقفش. انا بدأت صغير وكبرت واحدة واحدة، دخلت اعيش من التداول، مش هدمر حياتي بسببه. فلو وقعت في الفخ ده فده هيكون